السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا جماعة؟ النهاردة هصحابكم في رحلة جديدة فريدة سعيدة، وده لزوم القصيدة. رحلتنا محدش عملها قبل كده، وهي يوميات. هعرض لكم يوم يا شباب، يومي العادي، ايوه العادي اللي مفهوش حاجة مختلفة او مميزة في حياتي انا، بس هو يومي. وايوه اشتركوا 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 واعملوا لايك عشان انزل لكم من يومي ده كتير قوي، وهحط لكم شويه بهارات بس عشان اليوم ما يطلعش عادم. وصحيت من النوم قبل الفجر عشان انا منظم. قعدت ربع ساعه استجم، بعدين رحت اشرب ال3 لتر ميه، قريت ربع ساعه لحد ما اذن الفجر، قمت اتوضى ورحت الصلاه، عشان بعدين خلصت الصلاه قمت مروح ماشي، قصدي جري ورا حلمي. بدات كورس البرمجه عشان انا راجل وناجح، وقمت بادئ كورس اللغه. عملت شويه ميتينجز مع اجانب عشان اكون عادي لو اتكلمت مع عرب. المهم قمت قرات لمده 25 دقيقه، وعلى ما جه الصبح كنت بغسل سناني ورحت اكل موزه قبل التمرين. وطبعا عشان اذكي رحت النادي ماشي عشان اوفر الكارديو والبنزين، وعشان اذكي اكتر وبشتغل على وقتي وبحفظه. وكنت بسمع بودكاست. كان عندي صدر وتراي النهارده، فلعبت عقله للظهر عشان افجع العضل. لعبت سحب ارضي، رحت اكل وجبتي الصحيه، لا مش ده. وبعدين رحت اكمل مونتاج الفيديو اللي الشورت ده جزء منه، واللي ارى انه من المستحسن ان حضرتك تشوفه، لان اللي في الشورت ده مش انا، واللي عرضتها دي مش حياتي، وانا مش هعرض لك حياتي كلها بالتفاصيل دي لانها حياتي وتخصني انا. لكن انا واللي زيي بقى قبل الجمله الاخيره دي لما بنزهق بنعمل ايه؟ بنعيد الكرة. عشان انا منعدم القدره والابداع. ستوب. انت نفسك ما زهقتش وانت قاعد بتعيد نفس اليوم بنفس اللقطات بنفس المونتاج؟ ما زهقتش من احساسك بانعدام القيمه اللي بتقدمه؟ اصلا هو اللي زي منعدمين الكرياتيفيتي، فضلا عن الزفت اللي بنقدمه للناس. انا بقول لك انه لا يرتقي اصلا لدرجه انه يكون زفت. هو ما جاش اصلا. تعالوا الخص لكم الناس دي كلها بتعمل ايه كده. لوكش، ايوه. بيصحى من النوم، بيصحى بدري قوي، ولو يعرف ربه فبيصلي بيصلي غالبا بيصلي الفجر. وبعدين واذا ما بيصليش هيشرب قهوة او شاي. بعدين المذاكرة، بعدين الشغل، او ممكن الشغل قبل المذاكرة، ما علينا، مش فارق الترتيب. والشغل ده اللي هو ايه؟ اللي هو مونتاج الفيديوهات اللي هو قاعد يعملها دي اصلا. وبعدين، ولا ثانية واحدة، انا ليه قاعد بحرق كتير؟ هو يومك العادي، يومك انت، ايوه اللي بتتابع، بس شيل منه ماسك التليفون وحط عليه مثاليه. ارزع، وكمان رزعه قرننه، واخر حاجه ارزع كمبيوتر او لابتوب. كمبيوتر او لابتوب ضروري، لانه كده هيكون كفر بالمهنه. طب السؤال فعلا، هم ليه بيعملوا كده؟ حاولت افكر من منظورهم وابرر، احاول اجيب تبريرات. جه على بالي مثلا بصور يومي عشان الناس تستفيد وتقلدني، بما انك ايه، انت مين عشان تعتبر حياتك هي الاسلم والانسب والافضل لكل الناس؟ مين قال لك ان انت الصح واللي هيمشي على الناس كلها؟ طب يا عم بيترفهوا، وفي ناس بتحبني لما بتتفرج عليا. انا سألت اغلب معارفي القريبين مني واللي مش قريبين، حرفيا كلهم بيشاركوا نفس الرأي، بيشاركوا نفس البغض ونفس الازدراء. مش للشخص، يعني هو يعرف شخص منين، خسارة اقول عليه محتوى والله. للهبل اللي بيتعمل. ممكن تقول لي برضو ما انا بجيب ارقام عالية اهو، شوف ارقامي عالية ازاي. بجد؟ لا دي وحشة قوي. احنا كلنا عارفين اي حد لو طلع يعمل سكوات ولا ديد ليفت هيجيب ارقام، يعني الارقام. الارقام اللي مخلياك مشهور عمرها ما كانت معايير لشيء تاني. وانا عارف وانت عارف، ما ياما ناس فضلت الارقام على الشرف يعني بلاش نفتح الموضوع ده. اما عن الاسباب الحقيقية اللي انا شايفها، انه ممكن مثلا يكون فاقد لبعض الاهتمام في حياته، فبيحاول يعوض الاهتمام ده، سواء بقى من عيلة سواء من صحاب ايا كان، بيحاول يعوضه مع الناس اللي مش حقيقيين في السوشيال ميديا. وممكن يكون برضه هو فاشل وصورته مهزوزة قدام نفسه، مش بيحقق اي حاجة في حياته ولو بسيطة، فبيحاول يعمل يومه المثالي في تخيله في الفيديوهات دي مثلا. ممكن عشان كده بنشوف المثالية الزايدة دي في الفيديوهات دي. وبص انا هقول لك حاجة، هي بصراحة بس هي تجرح شوية، بس ده اللي انا شايفه. ممكن تطلع نظرتي دي غلط ونابعة عن حقد او ايا كان، الله اعلم. بس فرقت ايه فعلا عن الديوس اللي بيطلع يشارك يومه مع مراته؟ فعلا انا شايف نفس الشيء، بس مش ديوس. يعني طبعا تحترم ان انت كونك يعني راجل مش ديوس، بس نفس القيمة باختلاف المبادئ. وانا شايف انك ضيع وقت من غير اي فايدة ولا متعة، من غير اي قيمة للأسف. انا مش فرحان وانا بقول الكلام ده، بس دي حقيقة يعني.
يا شباب، انا مش شايف ان في مشكلة، عادي ان انت مثلا تشارك جزء من يومك مثلا ممكن يكون مثير للاهتمام، او انت فعلا حياتك دي بهلوانية غير عادية مميزة مختلفة ايا كان، ما عنديش مشكلة مع حاجة زي كده. او بتخطط ليوم معين زي مثلا انك تسافر سفرية معينة فبرضه تشاركها، بتوعي، بتنقل ثقافة ايا كان الى اخره من الامور دي، بالعكس انا ايدك كمان. لكن انا مشكلتي مع النيو سكول، خلينا نقول دول اشباه صناع المحتوى، بيعملوا صفر على الشمال حرفيا، وانا اصلا كنت من محبي المحتوى ده، النوع ده. بس لما كانت ايام تستاهل انك تقول عليه محتوى، الفيديو ده مش نقد على قد ما هو رسالة. انا فعلا نفسي المحتوى اللي بحبه يرجع، لان في مساحة كبيرة جدا لسه الابداع فيه، فحرام ان هي تروح كده يعني هدر على الاستسهال اللي بيحصل ده. لكن السؤال هنا، هل ممكن يرجع من خلالي؟ هل ممكن اشارك في المساحة دي؟ يوميات طالب مزنوق، وعلى الله قصد السبيل. هنا الختام، فسلام من الله تعالى عليكم.